ليه بنكمل في علاقات واحنا عارفين انها مؤذية لينا، متأكدين كمان ان احنا مش مبسوطين؟ بص، انا مش هكلمك عن ان احنا ما بنحبش نفسنا او مش بنقدر نفسنا، لان ده كلام كلنا عارفينه، بس في اسباب تانية كده ما بنقدرش ساعات نقولها لحد. مع تكرار الاذى اللي بيحصل في علاقتك بالشخص ده، انت بتتعود ان ده بقى العادي، فبتقول لنفسك انك خلاص عرفت عيوبه، او بمعنى اصح اتأقلمت عليها، وان كان ده بيسبب لك ألم كبير. ساعات كمان خوفك من ان انت تبقى لوحدك، او خايف يعني تخسر شوية الونس اللي في العلاقة دي، فيخليك قاعد ومكمل. او بمعنى تاني يعني بتقول لنفسك انه نار المشاكل ولا جنة الوحدة. حاجة كمان مهمة قوي، ساعات بتبقى خايف تخسر جزء من هويتك. خلي بالك انه يتقال لي ازيك يا مدام فلانة، ده جزء مني، فمش سهل اضحي بالصورة بتاعتي قدام الناس. ساعات كمان بتبقى عشمان انه يتغير او العلاقة تتحسن، وكل عشمك ما بيزيد، احباطك وخذلانك من الشخص ده برضو بيزيد. ده غير طبعا الامان العاطفي والمادي اللي العلاقة دي بتديهولك، انت بتبقى خايف تخسره. فقبل ما تقرر هتكمل ولا لا، لازم تبقى عارف انك مش ضحية، انت اخترت تكمل عشان كل الاسباب اللي انا قلتها لك. وخليك فاكر ان العلاقات اتعملت عشان نبقى مبسوطين، مش عشان نبقى بنضحي او مكملين وخلاص.